هناك دلالات وعلامات بينها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، من يحبهم رب العباد ومن يبغضهم. يقول: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. وينادي جبريل في الملائكة: يا ملائكة السماء يا ملائكة الأرض إن ربكم يحب عبده فلان وأنا أحبه فأحبوه، فتحبه الملائكة ثم يوضع له القبول في الأرض. يا الله، علامات دلالة محبة الله للعبد أن يحبه الناس. مرت جنازة بالنبي صلى الله عليه وسلم فأثنى الناس عليها خيرا، فقال: وجبت. قالوا: وما وجبت يا رسول الله؟ قال: وجبت لصاحبكم الجنة. فقالوا: كيف؟ قال: ألا تعلمون أن ألسنة الخلق أعلام الحق، أنتم شهداء الله في الأرض. فإذا لما يجمع الناس على محبة إنسان، سبحان الله. ولذلك الله من كرمه إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا، حماه من الإيه؟ من الدنيا، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام حتى يشفى. يعني احنا لما يكون عندنا طفل ممنوع من أكل كذا وكذا عشان عنده حالة مرضية معينة، ليس هذا كراهية لهذا الطفل، نحن نحبه. فالله ولله المثل الأعلى لما يحب عبده فلان يمنع عنه ايه؟ يعني سبحان الله العظيم، يمنع عنه الدنيا كما يمنع صاحب الطعام ايه؟ او صاحب ولد الطفل طفله من الطعام، ليس كراهية له وانما محبة له. ان اشد الناس بلاء الانبياء فالاولياء فالامثل فالامثل، حتى قال علي في قضية الصبر على البلاء: سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يأذن الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصبر أنني صابر على شيء هو أمر من الصبر. هذا من كلام يعني علي سلالة بيت النبوة في هذا الأمر، سبحان الله العظيم. فالإنسان المسلم الصادق لما يشتد الابتلاء عليه يعلم أن الله يحبه، ولما رب العباد يحب العبد يعطيه دلالات. أول دلالة أن يفتح له أبواب الطاعات حتى وإن لم يصل نحوها، ويغلق في وجهه أبواب المعاصي حتى وإن سار نحوها، وأيقظه دائما من غفلته فتجد دائما موصول بالله. تجد كمان يرزقه بصديق صالح، إن رآه غافلا ذكره وإن رآه ذاكرا أعانه. وتجد سبحان الله العظيم أن هذا الإنسان الذي يرزق هذا الإنسان به سبحان الله، أول ما يراه تذكره بالله رؤيته، ويدل على الله حاله، ويزيد في علمه منطقه. سبحان الله. كل هذه الأشياء الطيبة رب العباد سبحانه وتعالى دلائل محبة الله عز وجل. يجد العبد نفسه لذة في العبادة، يريد أن يمسك المصحف لا يتركه، يريد أن يذهب إلى درس العلم لا يريد يصلي وراء الإمام لا يريد أن ينتهي، يحبب إليه سماع كلام الله عز وجل. أي سماع تاني يأنف منه. الله عز وجل يعني ييسر له أمر الطاعة، يوقظه بالليل الناس نايمة هو يستيقظ ليصلي لله. يوجد له أعمال خير عجيبة، يقول له أسرة فلان مثلا تحتاج كذا، هو ربنا ييسر له هذا المبلغ ويعطيه. فرب العباد إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. بالله عليك رئيس الملائكة يحبه،